أهلا بكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة في مدينتي. هتدخل من بوابة 2 عشان تروح على طول على اوبن اير مدينتي، من أجمل الأماكن اللي ممكن تغير فيها جو وتقضي يوم حلو قوي. مدينتي منطقة سكنية وبرضو فيها أماكن كتير ترفيهية، ممكن تروحها في رحلة أو تاخد عربيتك وتروح تقضي يوم جميل انت وولادك أو انت واصحابك. أول حاجة هتشوفها هناك الأتوبيس اللي قدامنا ده، واللي بيلف المدينة كلها، تتفرج وانت قاعد في الأتوبيس على كل مكان في المدينة. وأكتر حاجة بتميز مدينتي المحلات اللي من كل البراندات، مستورد وعربي ومصري، وكلها حاجات أجمل من بعض، بس يؤخذ عليها إنها غالية شوية. يعني لو عايز حاجة من براند معين هتلاقيها موجودة، لكن الأسعار غالية. أكتر حاجة عجباني في مدينتي إنها فيها تجديد باستمرار. يعني مثلا المكان اللي قدامنا ده أنا كنت هناك من كام شهر ما كانش موجود، فوجئت المرة دي بالبحيرة اللي معمولة قدامنا دي، اللي منظرها تحفة، منظرها بجد جميل جدا، خلى المكان أروع وأروع مكان. دي لسه معمولة حديثا. طبعا المطاعم الموجودة هناك زي المطعم اللي قدامنا ده، مطعم وكافيه موجود من بدري وليه أكتر من فرع هناك، لكن شدني جدا وعجبني جدا فكرة ان كل يوم في تجديد وتغيير، وبلاقي أماكن جديدة ومطاعم جديدة وكافيهات جديدة. بصراحة المكان مخدوم جدا، وفي اهتمام عالي قوي، اهتمام بالنظافة، اهتمام بالمظاهر الجمال فيه، كلها حاجات ملفتة للنظر وجميلة وتخليك انت ماشي في مكان مستمتع. من الحاجات الجميلة برضو هناك في مدينتي ان في الاوبن اير موجود سينما، موجود فود كورت زي اللي قدامنا ده. الفود كورت ده كمان قصة تانية، يعني غير الجمال اللي بره والديكورات الجميلة والألوان المبهرة. الفود كورت ده أو هول فود أو فود هول، المكان ده يا جماعة فيه كل المطاعم اللي سمعت عنها واللي ما سمعتش، واللي تعرفها واللي ما تعرفهاش. بيتزا هات وماكدونالدز وكنتاكي وماركات من دول عربية، وماركات ما تعرفهاش ما سمعتش عنها ولا هتسمع، اي ماركه ممكن تتخيلها موجوده في الفود كورت. انا جربت بيتزا هات هناك، فرع بيتزا هات هناك مبهر. انا اكلت اروع واجمد بيتزا في حياتي في الفود كورت هناك في مدينتي. زي ما انتم شايفين ممكن تاخدوا صور تذكاريه ملهاش حل. المكان الصور ظلماه، يعني الصور ظلمه المكان، الحقيقة في الواقع وفي الطبيعة أجمل وأجمل وأجمل. شايفين نافورة في كل مكان وبحيرة في كل مكان، حاجة فوق الوصف. حقيقي يا بخت سكان مدينتي. الواحد فعلا محتاج كل فترة ياخد هناك ديوز. طبعا مش هننسى ولادنا، لو رايحين هناك واخدين ولادكم معاكم هتلاقوا كيدز اريا ملهاش حل، ملاهي كاملة متكاملة، ألوانها وأشكالها ملهاش حل، فعلا جميلة. ده غير الترامبولين اللي موجود هناك. دي كانت تجربتي في مدينتي اللي عجبتني جدا واستمتعت بيها، حبيت أقول لكم عليها. أما تحبوا تاخدوا يوم جميل تستمتعوا فيه انتوا وأولادكم أو انتوا وصحابكم، أنصحكم تروحوا اوبن اير مدينتي. أنا رحتها مرة في رحلة ورحتها مرة مع أصحابي، والمكان بصراحة عجبني جدا جدا. دي الملاهي اللي قدامنا فيها ألعاب كتير، بس لما رحنا كان يوم ده كان زحمة عشان كان في العيد، لكن هي في العادي أهدى من كده، ما بتكونش بالزحمة دي، بتبقى أهدى من كده بكتير. لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناة تجربة إيمي يشترك عشان يوصل له كل جديد، وأي مكان أروحه هصوره وتشوفوا مع بعض، هقول لكم تجربتي فيه عشان لو حابين تجربوها زيي. اوبن اير مدينتي مكان يستحق ان احنا نروح نجربه، بجد المكان هيعجبكم جدا جدا عن تجربة شخصية.